عبرت الحكومة المغربية عن اندهاشها الكبير للانزلاقات اللفظية وفرض أمر واقع والمحاباة غير المبررة للأمين العام الأممي بان كيمون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مبرزة أنها تسجل بذهول أن الأمين العام الأممي استعمل عبارة احتلال لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، كما اعتبرت أن هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية. وأعربت الحكومة في البلاغ ذاته عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن. ولنا عودة إلى تفاصيل أوفى في نشراتنا القادمة.